تحياتي أولا لجميع الناس، تحياتي لحبايبي في مركز أبو تشت وفرشوط ونجا حمادي، تحياتي لجمهورية مصر العربية، تحياتي للدول العربية والأوروبية والجميع. في ناس طبعا مستغربة، طب إيه كلامك أنت بتحيي الناس بمناسبة إيه؟ بمناسبة إنه أنا بحب كل الناس ومش زعلان من أي حد كتب علي كومنت سخيف، مش زعلان من أي حد كتب علي كومنت سلبي. لابد الإنسان الناجح أو الإنسان اللي ماشي في الطريق الصحيح منتقد سواء كان انتقاد من شخص فردي أو من مجموعة، فأنا مش زعلان. أنا بشكر الجميع وبشكر الناس اللي بتحبني من قلبي، بشكر الناس اللي هي شايفة بيومي بيعمل حاجة يبسطهم، بيعمل حاجة يفرحهم، بيعمل حاجة يطلعهم من الاكتئاب اللي هم فيه. شايفين انه هو شخص طيب، شايفين انه شخص ما جوهوش حقد، ما جوهوش غيري، ما جوهوش حسد للناس، ما جوهوش حاجة وحشة شايلها الناس. انا بتكلم من الفطرة. كنت قادر اطلع لكم بجلبية ولابس كشخة على رأي الخليج، كنت قادر اطلع والبس احسن الثياب واحسن اللبس، لكن انا والله دلوقتي جاي من الخلا من الزرع، متواضع، بتكلم بالفطرة، بتكلم في كل وقت وفي كل معاد بأي لبس. الدنيا مش من المظاهر، الدنيا مش من المظاهر. ولكن أنا الفيديو اللي طالع فيه دلوقتي بشكر أهالي مركز أبو تشت وفرشوط ونجا حماد ومحافظة قنا تمن وجمهورية مصر العربية. بشكر حكومتنا واشكر رئيس دولتنا واشكر شعبنا واشكر حكومتنا واشكر جيشنا، وربنا يحفظ البلاد ويحفظ العباد. وأنا والله بحبكم من كل قلبي، من كل قلبي، وبشكر كل راجل عمل لي كومنت حلو، وبشكر برضك كل راجل عمل كومنت سلبي. بقول له أكيد أنت فهمني غلط، افهمني صح وقراني صح، هتلقاني صح الصح، ومش معمشي غير في الصح، ومش معمشي غير في المظبوط، وما يصح إلا الصحيح. تحياتي ليكم، وبشكر كل راجل كتب كومنت، بشكره من قلبي. بشكر مشاهير أبو تشت انه حطت اسمي من ضمن المشاهير، حطت اسمي من ضمن اللي هم بيفرحوا الناس، وده اهم حاجه. فرحه الناس عندي اهم حاجه، الفلوس والله بالنسبه لي ولا حاجه. تحياتي لكم، وزي ما قلت محبه الناس هي كل حاجه.